اللهم بلغنا رمضان ونحن في أفضل حال. اللهم أهله علينا بالخير والبركة، احنا وكل الأمة الإسلامية يا رب، اللهم أمين. منفعش بقى ما نحضرش مع بعض أحلى وأطعم زبادي لسحور رمضان ولسحور شعبان إن شاء الله. جاي التلات أيام البيض 13 14 و15 هيكونوا بإذن الله تعالى يوم الأربع والخميس والجمعة اللي جايين دول. إن شاء الله إن شاء الله نصوم جميعا وربنا يتقبل. هنحضر مع بعض النهاردة أحلى وأطعم زبادي علشان السحور. عايزة أقول لكم قوامه كريمي وناعم جدا زي زبادي الشركات بالظبط. الفرق ان الزبادي ده طبيعي ومفيد وغني بالخمائر الطبيعية المفيدة جدا لمعدتنا ولقولنا ولجهازنا الهضمي كله. محضرة معايا لتر لبن جاموسي كامل الدسم، غليته وسبته كده جنبي لحد لما يدفى. يعني انا غليته وسبته جنبي كده ربع ساعة، بما ان الجو تلج هو برد في ربع ساعة بس. تمام. هاتي بقى اي نوع مانجا، اي نوع فاكهة عندك. انا كان عندي مانجا، جبت نص كوباية مانجا ومعلقة كبيرة سكر وعلبة زبادي. ده بس اللي هحتاجه. يا سلام لو عندك فراولة بقى، بس انا في الوقت ده ما لقيتش فراولة حلوة، نزلت اشتري فراولة لقيتها مش حلوة خالص. عايزة الخلاط بقى اخلط كل الحاجات دي مع بعض، المانجا مع معلقة السكر مع علبة الزبادي ومقدار تقريبا كده كوباية لبن. عايزة اخلط الحاجات دي مع بعض كويس قوي في الخلاط. كل ما اعمل كده عشان القوام يبقى كريمي وتحفة زي ما وريتهولك في اول الفيديو. تمام. الخلاط معايا نزلت عليه بايه بقى؟ المانجا او اي نوع فاكهة عندك، ما حطيتش عليها حاجة خالص. مش عايزة اقولك وافكرك ان المانجا والزبادي كل حاجة هنا تكون دافية، ما تكونش ساقعة، لان احنا هنخمره. تمام. لازم حاجة هنا تكون دافية ما تكونش ساقعة خالص. تمام. خلطت بقى المانجا والسكر والزبادي ومعاهم شوية لبن تقريبا، يعني كده كوباية لبن، خلطتهم مع بعض كويس الاول. تمام. بس لما جيت بعد كده لقيت فيه كتل مانجا او قطع مانجا كده صغيرة، فعلشان كده هخلطهم مرة تانية. اهم حاجة انا بعمل كده ليه، كل ده بعمله ليه؟ عشان الزبادي يكون كريمي ويكون قوامه ناعم عشان الاولاد يحبوه. لان دايما كان بتبقى معايا مشكلة ان الولاد عندي او اي ولاد، يعني اي اطفال، ما بيحبوش الزبادي بتاع البيت وبيحبوا الزبادي بتاع الشركات. ليه بقى؟ او المعلب، لانه بيبقى قوامه كريمي كده وتحفة. فعلشان كده انا حبيت اعمل هنا في الزبادي ده. بس الزبادي ده مفيد افيد بكتير من بتاع الشركات، لان ده غني بالخمائر الطبيعية اللي هو البروبيوتيك المفيدة جدا لصحة معدتنا ولصحة قولوننا احنا والاطفال. مش عايزة احكي لك على الموضوع ده. الزبادي ده يعني انا قريت في المواضيع ده كتير جدا. فيعني يا ريت يا ريت ناكل ولادنا الزبادي البلدي الطبيعي. لو انتي مش قادرة تعملي اشتريهم من بره زبادي بلدي طبيعي. تمام. مش عايزة ارغي كتير يعني. انا بس ايه، مجرد ان انا خلطتهم مع بعض كويس جدا لحد لما ما لقيتش فيه كتل مانجا خالص ولا اي حاجة ولا كتل زبادي. بص مفيش اثر للزبادي ولا اثر للمانجا. عشان كده طلع قوامه حلو وكريمي وناعم زي بتاع الشركات او زي المعلب اللي نشتريه من السوبر ماركت بالظبط. بعد ما خلطتهم مع بعض كويس جدا هبتدي اصبهم بقى، اصبيهم في اي حاجة انتي حباها، طواجن، قوالب، اي حاجة مش مشكلة. تمام. خلي بالك هنا لازم الحاجة كلها تكون دافية عشان احنا هنخمره. عايز درجة حرارة اللي هو ايه، سخنة شوية. تمام. طيب انا صبيت القوالب كلها، هعمل ايه؟ لقيت الجو بارد كده فمش عايزاه يسقع مني، فاغطيه بس شوية مسافة ما اروح اغلي كوباية مية. عايزين نشتغل في جو دافي تماما. على فكرة انت ممكن تولعي الفرن تسخنيه يعني مثلا 10 دقايق وتروحي طفيها وتدخلي الصينية دي باللي فيها. ممكن تعملي الخطوة دي. طب لو مش هتعمليها زي، هتروحي كده تسخني كوباية مية مغلية وهنشوف هنعمل ايه دلوقتي. انا بس غطيته بس كده عشان ما يسقعش لان الجو بارد جدا. لحد لما رحت حضرت المية المغلية ما عملتش اي حاجة، بس غير ان انا جبت المية، غليت كوباية مية ورحت جايه نازله بيها كده من جنب كده سرسوب صغير، ايه على سرسوب صغير كده في الصينيه. ما تجيبيش ميه على الزبادي، اوعي تجيبي ميه على الزبادي خالص. تمام. بتروحي بقى مغطيه بسرعه والدخان طالع كده لان هو عايزين ندفيه، عايزين نوفره درجه حراره عاليه علشان يختم بسرعه.
تمام، ويأثر بسرعة، ما ياخدش وقت كبير معايا. غطيه بسرعة، اهم حاجة هنا ما تجيش ناحيته، ولا انتي ولا الولاد ولا حد يحرك الصينية اطلاقا. انا قلت له ما حدش يجي ناحية الصينية دي خالص، ولا تحركوها خالص. بعد 4 ساعات هتكشفي عليه، هتلاقيه كده بالقوام ده. هتروحي ايه بقى مدخلاه التلاجة، هتدخليه بعد ال4 ساعات دول، هتدخليه التلاجة مثلا 4 5 ساعات، او لحد تاني يوم. ده كان تاني يوم صورت لكم المقطع ده. بعد تاني يوم شلته من بالليل في التلاجة، وتاني يوم حبيت اوريهولكم. عايزه اقول لكم ثابت جدا، مش بيتحرك اصلا، والقوام مش تقيل ولا اي حاجه. ده كان هدفي، ان انا اقدم لولادي زبادي طبيعي بلدي غني بالخمائر الطبيعيه، بس يكون طعمه حلو، ويكون قوامه زي الزبادي اللي بنشتريه من بره، بس ده افيد واصح كتير جدا، وطعمه حلو على فكره. اعمليه لولادك، ومتنسيش تدعيلي وتحطي لي لايك واشتركي في القناه.